خذيني تربحيني مدام بداري بجبتي حاضر نجيو نختموا ديريكت. بونجور احباب المهدام في كل مكان. كما تشوفوا الستيل التونسي والجبه التونسيه والديكور والدار التونسيه. خليني نوريكم وين بايت ساعه البارح، نعملوا ريفيو على الدار ونبداو النهار نتاعنا على خاطر المهدام في القروان. مرحبا تفضل. هذا يا خويا بيت المهدان، خمسة وخميس على تبارك الله. شوف خويا كالجو رجعت بيكم مئات السنين للتالي برجولي. عندنا الفرش هذا اللي على اليمين وعندنا الفرش هذا اللي على اليسار اللي هو يعيطوا له فرش حجام، وكل ولايه شنو تعيط، فما سرير حجام، فما حجامي، اللي هو شنو الكونسيبت نتاعو؟ الكونسيبت نتاعو الركشه والحب. فما الفرش هذايا ومقابله فما كوبي بيست فرش اخر كيفه بالضبط. تقول الروايات الفرش هذا نتاع لي بارون، يعني الري والمجيره يباتوا لهنا، وكي تبدا المجيره على اعصابها ومش في صحنها تمشي تبات غاديكا مع الصغار ويقعد الري راكش بيت وحده باش نجم يركز وينتج غدوه. هذه القاعده، يعني باش تعرفوا كونه توانسه والمهندسين التوانسه والعائلات التوانسه كانوا سباقين لعصرهم، وقت اللي طورت الدنيا ولاو يعملوا ماستر روم. ماستر روم اللي هي شنية؟ اللي هي البيت واللي فيها صوفا والا فوتوي والا كوان وفيها الدوش وسال دو بان للخصوصيه. الشعب التونسي الحكايه هذه عنده قرن التالي يعمل فيها. هذايا ماستر روم نتاع قبل نتاع الشعب التونسي والمواطن التونسي. هذه القاعده خويا، ها يا خويا هانا في الليفينغ روم يركش لهنا تعمل قهوه، المدمه موجوده. هذايا الكريبات كما يقولوا له، الفرش هذاك نتاع الصغار غزر له كيفاش مصنوع معناها عند الحداد، كان يتصنع عند الحداد، ولكن تلاحظوا حتى الديكور نتاعو مزيان شباب عطي شارم واو كيتدرجح واموره طيبه وعالي ومحلاه ومريقل. شفت هذا النيفو نتاع الكريبات نتاع الشعب التونسي قبل. هذا النيفو نعرف الفروشات توا لازمك تهبط باش توصل له، لا لازم ديما في العلالي يبدا عارف اللي هو التونسي راسه مرفوع من اللي هو صغير. وهنا اعزكم الله عندنا الحمام، شوفك البوني محلاه، دونك نحلو. هذا هو فايونس تونسي قديم، شوف لافابو محلاه نحاس. هذايا الماء، عندنا المناشف، عندنا المرايه من هنا، وعندنا الدوش. جونا احلى جو خويا، شناقص كان العروس. المهم هيا معايا عاد صاحبي فريق الاعداء دركشت غادي. هذايا حسب رايي من اقدم الحاجات اللي موجوده في الدار. تنصور واحده عادي اللي هو لوح العرعار اللي معلمينه نهب. شوفك الفيو ما شبه، تحس روحك داخل كان حقبه زمنيه اخرى وتشوف دروج، معناها تحس لي فما مغامره. تحط يدك على الحبل وتهبط تتلبد بشويه. اما مواتيتني الدار، تحسني انا والدار ديكور نورمالمون يكتبوا لي فيها بيت على الاقل. نهبطوا لهنا، هذا الدهليز، شوف الدهليز محلاه، شوفها كالركش. وكي تهبط تحس يضربك الهواء، تحس البلاصه بارده. يعني نتصور انا قبل والا التكنيك هذا اللي عملوه باش يبردوا فيه في القايله يركشوا لهنا. اوزر ما شاء الله، شوفك القاعده محلاها. ومازلنا نهبط، ما فاتش لهنا الحكايه، نزيدوا نهبط خويا من هنا. شوف صحايب مغامره، نحن مازلنا في الدار. شوفك الاضاءه، شوف الدنيا، شوف الديكور. عرفتوها هذايا كالمنشر اللي كانوا ينشروا عليه قبل. نزيدوا نمشيو نلقاو البلاصه هذه. هذايا ساعه مش نورمال البلاصه بالحق. اوزرك التابلوات من هنا ما شبهم. وكي تهز راسك شنو تشوف البلاصه اللي كنا قاعدين فيها. يعني انا توا وقت اللي بديت الفيديو كنت هنا الفوق، حس روحي مخطوف. منعونا هاي نزيدوا نقدموا. او فما قاعده ما تنجموا تقعدوا يا صاح، مش نورمال. مغامره هذه، مش دار، هذه اكسبيريونس تعيشها. معناها كي تجي تعمل دوره قايل معناها انا عندي الشامبر نتاعي الفوق بلاس كون هذا الكل على ذمتك. تحس تضيع من بعد تكلم ولا الميزون تقول بلاش خرجني رجعني للبيت راني ضاعت. اغسر مش نورمال برجولي. الهندسه التونسيه عالم اخر يا صاحبي، ونحكي على 800 سنه نحن لهنا. معناها تنجم تتخيل العباد اللي خدموا الدار هذا كيفاش. هذايا كيما هو من 800 سنه، جست عملوا رينوفيشن، عملوا ديكور، دخلوا معناها شويه فازات كيما دوما الكوشن المخادد الطواول، صار ترميم، صار تنظيف. مي الدهليز هذايا من الوقت هذاك هو موجود. معناها نحن نحكيو على معناها 800 سنه، معناها 8 قرون. هذه البلاصه اللي كنا فيها، نحن كنا نغزروا من لوطه للبلاصه هذه اللي هو الدهليز. دونك شفت صورناها لكم من لوطه وهنا من فوق.
هذا جامع الكبير والا جامع عقبة ابن نافع بالفوسي مزيان برشا. والحاجة الاخرى موجودة العرسة هذه اللي هي عرسة رومانية بالاساس موجودة في الدار قبل ما تتبنى، هذه هي بلاصتها. دونك نحن كما قاعدين نشوفوا موجودين في وسط الدار اللي هي مزيانة برشا. الحاجات اللي جلبت انتباهي التصاور هذوما الا التابلوات تحسهم هكا عندهم علاقة اكثر بالقيروان. فاطمة الفهرية من هنا غاديك اروى القيروانية، وهنا ابن الجزار. شوف قداش من جينيراسيون سكنت لهنا. والمهدين تو في فيديو عادي جدا معناها توقع كل شيء في الدنيا ذي. كما كنتوا تشوفوا سر حران برجولية ليفل مش نورمال. السلام عليكم الاولاد، سافا ولاد حوم. في كل بلاصة في تونس عندي حومة، وهذه حومتي تو في القروان. هيا نمشيو نعملوا دورة نوريكم الاجواء في الحومة. كما كنتوا تشوفوا هذه الحومة اللي ساكنين فيها واللي اسمها حومة الجرابة. موجودة القهوة هذه معروفة ريفيرونس اللي هي تقريبا من اقدم القهاوي في القروان، كان مش اقدم قهوة. هذه اقدم حومة تتسمى حومة الجامع، معناها من اللي اسس عقبة بن نافع اسس الجامع الكبير. وهذه حتى اعلى نقطة في القروان، سي بلي هوب بلاس في القروان. حتى 1969 جانا فيضان هز القروان الكل الا حومة الجامع ما وصلهاش. وهذوما من التراث القديم. هذه كانت الجرابة، كانت الحوانت الكل تخدم النسيجة، يخدموا العباين ويخدموا الحياك ويخدموا الكيس. وهذه دوريجين قهوة قلبي. هذه اقدم قهوة في الحومة مش في القروان بيان سور، وي قهوة قلبي. لكن ما تو ملاها الله يرحمهم ولكن قاعد ديما قهوة، خاطر عندنا جامعة 3 بيبان من هنا وعندنا بروطة دو با، فهمتني؟ كل معناها مسلك سياحي، فهمت؟ قهوة تراديسيونيل، حتى اللي خلاها تراديسيونيل. مرحبا بكم، عايشك، مرحبا بكم، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة، تشرفنا ربي يحفظك. والجامع الازرق هذا القديم ما عنديش عليه برشا معلومات اما يعجبني، نحسه قديم ياسر ومزيان بلو سيال يشبه السماء. هو ازرق والسماء زرقاء، وساعات فما اصحاب وفما مشهد علم تونس جاي في الوسط. يعني انا نحس وكي تحسه مشهد فني. بحذايا بالضبط جامع 3 بيبان اللي هو جامع زاده معروف ومن اقدم الجوامع اللي موجودين مش في القروان ولا في تونس، في افريقيا. طيب نمشيو زاده نعملوا عليه طله ونحكيو عليه. دونك كما تشوفوا المشهد اللي مقابلنا هذاك جامعة 3 بيبان، والتصوير هذا اللي محطوطها في الحيط عقبة ابن نافع فاتح القيروان. 3 أبواب اللي هو في الأصل مسجد ابن خيرون المعافري. أسس هذا الجامع سنة 262 هجري، عنده 1184 سنة تو الجامع هذا. ومن فوق مكتوب بآية قرآنية سورة الأحزاب، والسطر الثاني مكتوب شكون أسس المسجد هذا اللي هو محمد ابن خيرون المعافري الأندلسي. والسطر الثالث تقرأه بعد اللي هو تأسس سنة 262 هجري. ما شاء الله. It's good, thank you. Thanks. كما تشوفوا احباب المهدان وقت اللي نلبسوا لبستنا نجلبوا انتباه الاجانب. شوف ما شاء الله هكا اللبس، شوف هكا الديكور، شوف هكا الوهره. انا مقبله متعدي وكا السياح اللي يتعدى يقعد يغزر ويقول لك واو ومساش نصور معاك نعمل معاك تصويره. نداء الوزاره تدرى شكون الثقافه ولباس تقليدي والسياحه حاولوا كيفاش نعاودوا نحطوا لبستنا اون فالور. هي اون فالور ما يمسها حد، اما يظهر لي غاليه شويه. ماذا بينا نرجعوا نلبسوا لبستنا. حاجه اخرى فرد مره انا صرفت خاطرني ننسى اللبسه المزيانه هذيا من عند مدام حمروني يعطيها الصح. ديما منورتني نقول لها روح عندي فيديو، قول لي هاي، نقول لها القروان، قالت لي كيش قالت لي هذا القروان هذا مش تاع المره اللي فاتت، المره اللي فاتت تاع المدينه لونها بيج وجولد، هذايا على الجري. مدام حمروني يعطيك الصحه، نخلي لكم النمرو نتاعها. منزه 9 سنتريكس، دنيا ولغه وريق وديكور وجونا احلى جو. ليتس جو. ما شاء الله على الاحساس وعلى السكينه. نحن موجودين في جامع عقبه ابن نافع، والا كما يسميوه في القروان الجامع الكبير. احنا موجودين في واحد من اعظم المعالم الاسلاميه في العالم، جامع عقبة ابن نافع، واللي تبناه عام 670، واللي يعتبر اقدم جامع في افريقيا والمغرب العربي. ومن القيروان انطلقت الدعوه الاسلاميه، وهذاك علاش سمات برابعه الثلاث. والقصد من الجمله هذه المكانه العظيمه والمقدسه عند المسلمين، يعني بعد مكه والمدينه والقدس تجي مباشره القيروان. كيف كان جامع عقبة ابن نافع من اوائل المساجد اللي عرفت الاذان بالصوت. الجامع عباره على تحفه معماريه
هي مزجت بين حضارات مختلفة. أعمدة رومانية جات من مواقع أثرية قريبة من قرطاج، المنبر اللي مصنوع من لوح الصاج من الهند، والجامع ماهوش للصلاة أكهو، هو عبارة على جامعة مفتوحة تخرج منها أكبر العلماء، والحد الآن يجيوه طالب العلم من أنحاء العالم الكل. وإنتي كان عندك أي معلومة على جامع عقبة ابن نافع خليها لنا في التعليق. Talha, what's your name? Talha? Talha. Yeah, my name is Mehdi. Mehdi. Yeah. So first time in Tunis? First time in Okay. Tunis. hoş geldiniz. Hoş bulduk. عرضنا صديقنا من تركيا، اول مره هو في تونس وموجود لهنا في القروان، موجود في جامعه عقبه ابن نافع. اوكي ثانك يو ثانك يو سو ماتش. احباب المهدان كما تشوفوا خمسة وخميس على تبارك الله، توا لحظات السعاده. كي تشوفوا الابتسامه هذه ايش معناها؟ معناها راهي حافله سويسرا. هذه البريكه، عندنا الشربه، عندنا كسكسي باللحم ما شاء الله، جلبانه علوش ما شاء الله. دمق صحيح اليوم، جلبانه بالعلوش، والمفاجاه الكبرى راس علوش. قطعت تعبت اليوم، شفتوا صايم وقداش درنا وصورنا. دعواتكم بركه اخويا باش ما نمسخوش حوايجنا كالعاده، وخلينا ناكلوا صاحبي تو باش نستمتع. يعني كسكسي ناجح على الاخر، راكم تشوفوا لعبت له بالخبره بريسك شطر مشى درج لعب بنين. السلاطه كومبينيشن هذا نحبه انا بين السلاطه والكسكسي والبن. شو البن بالزبده نتاعو. هذه الجلبانه بالعلوش. تمرمدنا كالعاده، ما نغسلوا يدينا ونروحوا فرحين مسرورين. الريستوران هذا انا ما اخترتوش، السكان الاصليين للقيروان قالوا لي مهدان كم الشق فترك امشي مطعم خصيب، نورمالمون هكا الاسم ريستوران خصيب، والله بالرسم عباره في الدار نشقوا في فطارنا. معناها انا معايا العائله، وهذا هاو بريداتور من هنا. بسم الله امورنا طيبه اخويا. المهم فما قاعده لبرا مزيانه، فما قاعده غاديكا لهنا في الصالون، جو بايع على الاخر، هايلي ريكومندد. نشوفوكم في السحور لربما. بيس اند لوف. يلا مدامك المقروض نتاع القروان. هي اسمع من الاخر، هذيا من الاخر، هذا له ببليسيتي، لا فهمتني. المحل هذايا اللي يعمل كولابوريشن ويستدعى عباد لهم يحزنون، هذيا عباره باش نعطيكم انا تو من عندي مقروض القروان الكل. عندكم محل اسمه بوزيان، مقروض بوزيان ويوفى الحب. هذايا معناها مش انا، مش خاطر انا راك نشري حاجه. حبيب المهديين في القروان نروح الحمد لله بالمشط، وقت اللي نجي نشري حاجه ومروح شي يقول لك تقول لهم حاجتي بمقروض برا البوزيان. الفيديو نتاع كالعام اللي صورناه في القروان من هنا، وشفتوا الفيدباك نتاع العباد. فازه اخرى توا سمعتها لهنا من امريكا، يمنيين ما نعرف فلسطينيين سوريين يجوا ياخذوا المقروض من هنا. وراوني توا الاولاد الفيديو، المهديين يشري منا، المهديين يشري من هنا. كي تجوا للقروان باش نسهل عليكم خاطر تعرفوا تكثر المنافسه. المحل هذايا راهو خويا ما شاء الله من السبعينات موجوده هنا. انا توا الوالده في الكهرباء وانا باش نشري ونشد الطريق. يا خويا يعطيكم الصحه، خلينا ناخذوا كلمه عاد معاك. مرحبا، شرفت بيك. مرحبا بخوي، مرحبا بك. نبذه هكايا صغيره على المحل وعلى بالنسبه للمقروض. بالنسبه للمحل شنو يتميز؟ مقروض بوزيان يتميز جوده، نظافه، اتقان، اخلاق. الحاجه نعملوا تبدا حاجتك بحاجه تاع مناسبه، موجود الشوا كامل موجود، انواع واشكال من الفاكهه. هذا مثلا فستق، لوز، بوفري، واكاجو. هذا لوز وانت ماشي. المقروض الاصلي العادي مقروض مفوح بالقرفه شواشي ورد والعود، فهمتني. هذا قمح سمن ونخاله وزيت زيتونه. قمح مش لا هذا سمن وزيت زيتون، فهمني خويا. اللي يذوق هو اللي يحكم. لا ماهوش ببليستي. ما عندناش عاملين ببليستي، احنا بالنسبه راي هذه هي اللي تحكم. اللي يذوق يرجع، اللي ياكل يرجع. احنا نخدموا على الكاليتي، على الجوده، على النظافه. وعلى فكره الكل مهدان، الكل كلموني على الببليسيتي نتاع المقروض. الوحيد اللي ما كلمنيش بوزيان. ما فهمتش علاش. انا ضد، نعرف شنو نخدم انا خويا الغالي، نعرف شنو نخدم انا نعرف كي نقول لوز فاكهه جرجلان فستق
ما عندناش احنا ما نلعبوش بالحريف ونحطوا له البارفانات ونفوحوا وكل الافلام هذيك لا. انا نكونفيرمي عليه صديقي، باش نبدو واضحين كونفيرمي عليه بالعشرة. نحكوا بصدق وباخلاص، مش لا والله والله العظيم لبنان مش تركيا مش سوريا مش العراق مش امريكا بلجيكا فرنسا المانيا العالم بريس قله قليله. على فكره مهدان باش نبدو واضحين معناها كي نسافر انا صحيح جربت هزيت مقروض براند اخرى اسم اخر، العباد حبت بوزيان، وولدي عمره 5 سنين نجيب له الانواع الكل ياكل من عند بوزيان، وانا ولدي بالنسبه لي انا روبير، وانا زاده ماك تعرف ولد القروان معناها نعرفهم الكل بالواحد بالنسبه لي انا المهدان كونفيرم على بوزيان وانا نبصم عليه. انا عمري 70 سنه ونحلف والله صادق باذن الله صادق. لا والله صادق والله صادق. ربي يبارك لكم الحمد لله وربي يجيب القسم ومن احلى ومن اعز المقروض اللي نذوقوا في حياتي. مرحبا باخواتي بالنسبه لرايي الشخصي. مرحبا باخواتي. ربي يبارك لك. ربي يحفظك. يعيشك اخويا مرحبا بكم. ربي يخليك. ربي يعزك. يعيشك. شاي هاتوا سامحنا عطلناك. يعيشك مرحبا بخويا. ربي يعيشك يحفظك. ربي يفضلك. تفضل اعطينا شويه تفضل.